تعرف امتى مصر كبرت؟ لما تجيب خلية إرهابية وقبلها قائد تنظيم خارج حدودك وتستلمه أمام العالم كله ومحدش يقدر يحكي معاك. تعرف امتى مصر كبرت؟ لما الدول اللي كانت خنجر في ظهرك الكام سنة اللي فاتوا هلأ انت استخدمتهم لمصالحك وعرفتهم الطريق كيف ووزعت عليهم الأدوار والمسؤوليات وصاروا من رجالك في المنطقة. تعرف امتى مصر كبرت؟ لما قلت في الأمم المتحدة تحيا مصر، ومصر لن تسمح بالتدخل في شؤونها، ولما قلت للرئيس الفرنسي لكم إنسانيتكم ولنا إنسانيتنا، لما أصبح لمصر حق الرد في الوقت وبالطريقة اللي تناسبها، لما أبعدوك عن الاتحاد الأفريقي وفجأة صرت أنت رئيسه وتقود أفريقيا لمكانة ثانية. تعرف إمتى مصر كبرت؟ لما تعمل تحالف عربي لأول مرة في التاريخ ومحدش يقدر يفككه. تعرف إمتى مصر كبرت؟ لما الكل بيشيد بتجربتك وإنجازاتك وماخدينك قدوة في كيف بتبني البلاد. لما تحالف عليها نص الكوكب في 2011 وفككت التحالف اللي ضدها وخليتها الدولة بجد وبيصفوا حساباتهم بعيد عنك بعد ما كشفتهم قدام بعض. تعرف امتى مصر كبرت؟ لما قلتها والعالم كله سمعك وانت بتقول الجيش اللي عملها مرة يقدر يعملها كل مرة. لما حطيت خط أحمر ولم يجرؤ مخلوق على تجاوزه أو الاقتراب منه. لما دول شرق المتوسط ينشروا تحت لواءك في منظمة الغاز. تعرف إمتى مصر كبرت؟ لما رئيس أكبر قوة في العالم يتبنى توصيل رسالتك لإثيوبيا وانت قاعد في بلدك حاطط رجل على رجل والعالم كله بيجري علشان تبدأ المباحثات وزي ما انت عاوز. تعرف امتى مصر كبرت؟ لما اي نائب في مجلس الشعب يتطاول على الشعب او رموز الدولة والشعب يحاسبه في صناديق الاقتراع. مصر الدولة الثابتة في منطقة الشرق الاوسط اللي بتخلي دول العظمى تغير سياساتها وفقا للقوة المصرية وضعفها وتقدمها وزعامتها في المنطقة. لا تخشوا على مصر، فمصر قوية بأبنائها، محصنة بجيشها، حكيمة بقيادتها. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت أغلى وطن